أفادت السلطات المحلية بعمالة فاس بأنه في حصيلة أولية لقي 19 شخصا مصرعهم، فيما أصيب 16 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة في انهيار بنايتين من 4 طوابق متجاورتين تقطن بهما 8 أسر ليلة الثلاثاء الأربعاء 19 ديجمبر الجاري بحي المستقبل التابع للمنطقة الحضرية المسيرة بمدينة فاس. وأضافت السلطات في معطيات رسمية توصلت بها أنه فور إشعارها بالحادث انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية لمباشرة عمليات البحث والإنقاذ. وقد عملت هذه المصالح على اتخاذ كافة التدابير اللازمة، من ضمنها تأمين محيط البنايتين المنهارتين وإجلاء قاطني المنازل المجاورة كإجراء احترازي لضمان سلامة السكان تحسبا لأي أخطار أخرى محتملة قد تهدد سلامتهم. وقد نقل الأشخاص المصابون إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس للخضوع للفحوصات اللازمة وتلقي العلاجات الضرورية، فيما تتواصل إلى حدود الساعة عمليات البحث لإنقاذ وإسعاف أشخاص آخرين يحتمل وجودهم عالقين تحت الأنقاض. إخواتي الأعزاء، اشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا، جزاكم الله خيرا. كان معكم أخوكم في الله بوشعيب بوزيد.